وبيكونوا وصلوا لجبل كبير وسط المحيط. ماوي متأكد إن الخطاف موجود هناك لأن المكان بيسكنه كائن بحري بيجمع الأشياء الثمينة الغرقانة. بيطلب من موانا تفضل في القارب لكنها بترفض وبتمشي وراه. بيوصلوا لسطح الجبل ومفيش حاجة، فينفخ ماوي التراب ويظهر مدخل عميق في الأرض. بينط وموانا بتنط وراه لكنها بتتصدم بيه وبتقع بعيد. بيظهر وحوش خطيرة وبتبدأ موانا تواجههم لكن المحيط بينقذها. بتكتشف مكان فيه كنوز كتيرة وبتلاقي الخطاف وبيحطوا خطة. موانا بتلبس زي خاص وبتدق الطبول علشان تشتت الكائن، وماوي بيسرق الخطاف. الكائن بيطلع سلطعون ضخم بيتفاجئ بوجود موانا وبيسألها عن السبب اللي هي جاية ليه. بتحاول تشغله بالحديث وبتقوله إنها سمعت قصص أسطورية عنه فجذب انتباهه لكنه قرر ياكلها. فجأة بيظهر ماوي على ظهره ويحاول يسرق الخطاف لكنه بينسى ازاي يستخدمه ويتحول لحيوانات بالغلط. السلطعون بيستغل الموقف وبيمسكه وبيضربه بعنف، وقبل ما ياكله بتوقفه موانا وبتقول إن معاها قلب تفيتي. السلطعون بينبهر بيه فتجري وترمي قلب مزيف في حفرة، فبيروح يدور عليه وبتستغل موانا الفرصة وتاخد الخطاف وتعطيه لماوي وتكتشف إنها ما زالت بتحتفظ بالقلب الحقيقي. السلطعون بيطاردهم لكن المحيط بيساعدهم يهربوا. بعد ما يهربوا من السلطعون ماوي بيتحول بالخطأ لسمكة قرش وبيشكر موانا لأنها عرضت حياتها للخطر أكتر من مرة، ويقول لها إن بدونها ما كانش هيقدر يوصل للخطاف ولا يهرب. لكنه بيكون محبط لأنه لسه ما يعرفش يستخدم الخطاف وكل مرة يتغير لشكل معين فبيفشل.